صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا نعمل الطواجن الجميلة ديت زي ما انتوا شايفين الجمال ما شاء الله بكل سهولة كده عملناها. يلا بينا حطولنا لايك ويلا بينا نسمي الله ويلا بينا نبدأ. زي ما انتوا شايفين طبعا انا جبت كده ايه كيلو الا ربع كده من المكرونة اللي هي القلم. ممكن انت تستخدمي اي مكرونة بتفضليها، مفيش مشكلة في اي نوع المكرونة. طبعا معايا كده حبة كده من الجبنة الموزاريلا على الجبنة الشيدر، يعني شوية صغيرين خالص. وطبعا هيكون معايا كده ايه دقيق ومكعب كده من الزبدة، يعني معلقة كبيرة مليانة من الزبدة. هيكون معايا كيلو من اللبن. طبعا كيلو اللبن 4 كوبايات من اللبن. هحط كده معلقتين من الزيت عشان بس الزبدة ما تتحرقش معايا. زي ما انتوا شايفين طبعا سخنت كده الحلة. هبدأ ان انا ايه هحط كده الدقيق معايا. طبعا انا معايا 4 كوبايات من اللبن و4 معالق من الدقيق. حابة انتي بقى تقللي براحتك، بس هو الصراحة كده كان مظبوط معايا 4 معالق كبار مليانين. طبعا هبدأ ان انا ايه افضل معاهم كده لغاية ما اشم كده ريحة الدقيق كده وياخد لون خفيف كده، يعني مش ما تخلوش يحمر جامد عشان برضو ما يديلكيش طعم مش حلو. طبعا افضل ان انا ايه اقلب فيه كده. طبعا معايا 4 كوبايات من اللبن، واللبن فيه القشطة بتاعته. طبعا القشطة في اللبن بتخلي طبعا البشاميل بيبقى جميل جدا الصراحة انا مش بحب اعمل البشاميل من غير زبدة. بالزبدة بيبقى، لو ما عندكيش زبدة ممكن تشتغلي بالسمنة عادي، بس الصراحة بالزبدة بيبقى جميل جدا الصراحة. حطيت كده معلقة من الملح وهحط كده رشة من الفلفل الاسمر. طبعا انا يعني مثلا احنا لو بنجيب مثلا نص كيلو من الزبدة بناخده بقى في ايه، يعني بنشيله كده بيقعد معانا بالشهر ان احنا على حسب استخدامك. يعني ان احنا مثلا لو بتعملي مرة بشاميل بتعملي يعني معجنات. بحبه الصراحة في المعجنات وفي البشاميل بنبدأ ايه شايلينه بقى الحاجات اللي زي كده. الصراحة بيبقى مديله طعم جميل جدا. طبعا انا خلاص هسلق المكرونة. حطيت كده هحط كده معلقة كبيرة من الملح والمية، ما حطيتش يعني حاجة غير المية بتاعة المكرونة. احط بقى المكرونة كده. طبعا البشاميل انا ايه هفضل معاه كده لازم يغلي كويس عشان خاطر لما يغلي معانا كده يبقى ايه طعمه حلو. اهم حاجة كتر ما تغلي البشاميل كده بيديكي طعم حلو، لان دي فيه بيستوى وبيبقى طعمه حلو قوي. وممكن في المرحلة ديت لو حسيت ان هو فيه تكتلات ولا فيه اي حاجة بطفي عليه النار واروح اخداه كده، يعني قبل ما يغلي كده او بعد ما يغلي خالص تروح مديله ضربة كده في الخلاط يبقى معاكي كريمي كده جميل زي ما انت شايفة الجمال كده ما شاء الله. بصي انا بقى سايباه بيغلي وهديه النار عليه عشان برضو ايه ما يتحرقش مني من تحت ولا حاجة، لو اتحرق هيديني طعم مش حلو. فطبعا انا مهديه النار وبقلب فيه. زي ما قلتلك انا بحب اللي انا ايه الصراحة بحب اغلي البشاميل كده شوية. المرحلة دي جميلة جدا بتخلي طعم البشاميل الصراحة ملوش حل وبكل سهولة كده. الصراحة الطواجن ديت بسم الله ما شاء الله مش عايزة اقولك، يعني انا طبعا ولا هي ما فيش حاجة غير البشاميل والسليق المكرونة. يعني انا في 5 دقايق كنت عاملة لهم الطواجن الجميلة ديت. عجبتهم جدا الصراحة بقوا فرحانين بيها. طبعا بدأت اللي انا ايه اجيب كده المكرونة احط كده عليها بشاميل. عايزة اقولك لو المكرونة زادت معاكي ممكن ان انت تشيليها بقى في التلاجة تستخدميها برضو في اي حاجة، بس انت تحطي يعني ايه تزودي شوية المكرونة وانت بتسلقيها مفيش مشكلة، على اساس ان انت يعني ما تحتاجيش مكرونة تبقى معاكي بالزيادة احسن. احط كده في كل طاجن من الطواجن ديت شوية كده من البشاميل. طبعا هي حلاوتها بقى ان هي غرقانة كده في البشاميل. الناس بقى عشاق البشاميل دولت هتكون المكرونة ديت حلوة ليهم.
انا عندي الصراحة اولادي بيحبوا يقولوا لي يا ماما احنا بنحب وش المكرونة، يعني لما بكون عاملة صينية مكرونة باللحمة وكده يقولوا لي احنا بنحب الوش اللي هو بتاع المكرونة، الطبقة اللي فوق ديت بيحبوها قوي. فالطواجن دي كانت بالنسبة لهم بسم الله ما شاء الله كانوا فرحانين بيها جدا. انت ممكن بقى في الطواجن ديت ممكن تحطي لحمة مفرومة معصجة، ممكن تحطي فراخ، براحتك خالص. بس احنا طبعا عاملينها كده ايه طواجن كده سريعة واقتصادية في نفس الوقت. طبعا كل واحد كده بالطاجن بتاعه كانوا فرحانين بيهم جدا. يعني حطي بقى في الطاجن كده على قد ايه ما انت عايزة يعني ظبطي الطاجن معاكي. لو بتعجبكم بقى فيديوهاتي انزلوا كده في القناة كده وقلبوا فيها كده، قناة اكلات بسيطة منوعة، هتلاقوا فيها كده ايه فيديوهات جميلة. اشتركوا كده ونوروني، ساعدوني بقى بكومنت حلو كده، واللايك طبعا اللايك اللي بيرفع لي الفيديو عشان يشجعني ان انا انزل معاكم كده فيديوهات جديدة. نفسي كده في فيديو يوصل لي كده 1000 لايك كده، يعني انا بتمنى بصراحة، مش يعني مش طماعة. ومتابعيني الغاليين وحبايبي قدها وقدود الصراحة يقدروا يعملوه كده واكتر من كده، يعني ربنا يا رب يديمهم نعمة في حياتي. الصراحة كومنتاتهم بتفرحني جدا، يعني انا ببقى فرحانة جدا كده وانا شايفة كومنتاتهم. اخواتي كده ربنا يا رب يسعدهم يا رب زي ما بيسعدوني كده. طبعا بدأت اللي انا ايه اظبط كده الطاجن معايا كده عشان خاطر لما اجي احط طبقة البشاميل. هو طبعا كل حاجة كده مستوية، انا دوبك بس هدخله الفرن على تحت الشواية كده، هياخد بس اللون سايح الجبنة كده وياخد اللون وخلاص، على كده مش محتاجة حاجة زيادة عن كده. وطبعا ده بيحب ان انت بقى ايه تقدميه يهدى بس كده وتقدميه، يعني بقى لسه سخن يعني مش ايه ما يبردش. وطبعا الجبنة يعني في اللي هو الطبق الجبنة اللي احنا بنجيبه من عند السوبر ماركت ده. ومش عايزة اقولك والله يعني هي كانت الجبنة الموزاريلا يعني حبة صغيرين خالص، يعني يمكن الجبنة الرومي على الجبنة الموزاريلا الاتنين هتقولي 8 كيلو، يمكن 8 يمكن اقل لو في يعني شوية صغيرين خالص يعني احنا لو جبنا ربع من ده وربع من ده هيكفي معانا ايه ان انتي تخلصي الطواجن ديت وهيتفضل معاكي كمان. بس طبعا احنا عارفين الجبنة الرومي الصراحة بتدي طعم، جربيها كده مش هتبطلي تعمليها من حلاوتها. الطبقة اللي فوق دي كانت فعلا جميلة جدا. وكل بقى واحد كده بقى فرحان بالطاجن بتاعه. وعملت كمان واحد صغنن كده لابراهيم، ما شاء الله كان فرحان جدا بقى بالطاجن الصغنن ده. ظبطيه كده من الجبنة. يعني انا ممكن اجهزهم كده واروح سايباهم، ووقت بقى ما خلاص هحط بقى الغدا اروح مطلعهم كده ما يدوبك تحت الشوايه زي ما قلتلك، مش هياخدوا معاكي كده 5 دقايق. لو هتحمري بطاطس يدوبك يعني هتحمري البطاطس يكونوا هما ايه خلاص اتظبطوا كده زي ما انت شايفه ما شاء الله بكل سهوله كده. طواجن اهيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.